يلا بينا نعمل شوبينج صحي. بس في الاول عاوزه افكرك ان كل حاجه ليها بديل الا صحتك، ملهاش قطع غيار. هقولك دلوقتي امثله بسيطه لحاجات ممكن نشتريها من السوبر ماركت بمنتهى الامان. بس انا عاوزه اقولك على حاجه، كل ما احنا قدرنا ان احنا نوفر المنتجات دي في بيتنا، كل ما احنا وفرنا على نفسنا تعب كتير جدا. مفيش منتج امن 100%. حاولي دايما تبعدي عن كل الحاجات اللي فيها ميكسات ايا كان هي ايه. حتى التوابل اللي موجوده في السوبر ماركت في علب ميكسات ابعدي عنها. استخدمي التوابل الطبيعيه، ابعدي عن الحاجات المتركبه على بعض، انها في الغالب متركبه على بعض للاسف بزيت كتير جدا وملح اكتر بكتير جدا. دلوقتي هقولك على بعض البدائل اللي ممكن تستخدميها لكل المنتجات اللي انا نزلتها في الفيديو اللي فات اللي احنا ما نقربش ناحيتها. دلوقتي هقولك انا ازاي بحضرها في البيت بمنتهى السهوله. سلسله الحلقات الجايه مهمه جدا لان احنا هنحذركم من منتجات كتير جدا بتتخدع بيها تحت مسمى الدايت، وخصوصا خلي بالك الجرانولا وبسكوت الشوفان. اول بديل معانا هو العصير الفريش اللي انت ممكن تحضره في بيتك وتاخده معاك في اي مكان بمنتهى السهوله. ولو مضطر تشتري، حاول دايما تتجه للمشروبات اللي مكتوب عليها عصير طبيعي 100% بدون اضافه اي سكر. خلي بالك السكر الزياده ده خطر جدا على الاطفال. ولو انت بتحب المشروبات السموزي او اللي فيها لبن او زبادي، جرب تحضره في البيت بطريقه بسيطه جدا جدا، وكل الوصفات دي انا بنزلها في الفيديوهات عندي. لو عاوز تشتري اي زبادي، اتجه دايما للزبادي الساده، سواء كان يوناني او زبادي عاده، بس ما تجيبش اللي عليه اي فواكه. وما تنساش تشرب ميه الزبادي لانها بروبايوتيك طبيعي مفيد جدا لمعدتك. ممكن تشتري من السوبر ماركت رايب او مكسرات او اي نوع من انواع التمر او الفاكهه الفريش. في انواع كتيره من الزبادي اليوناني ممتازه جدا، ولكن في انواع معاها اضافات. ابعد عن اي حاجه معاها فواكه مجففه او جرانولا لانها غرقانه سكر. ممكن نحضر الجرانولا في البيت بطريقه بسيطه جدا وسهله، ونزلناها قبل كده كتير جدا على القناه بتاعتنا. وممكن تحضر بيها كمان بودنج هايل جدا تاخده معاك في اي مكان. ولو حابب تشتري زبادي معاها جرانولا، حاول تاخد اللي معاها دارك شوكليت. تختار اي حاجه من الكراكرز دي، بس المهم تقرا كويس جدا المكونات انها ما يكونش عليها دهون متحوله. اما بالنسبه للجبن، اتجه دايما للجبنه الطبيعي وابعد عن اي جبنه نباتي. لازم تقرا المكونات كويس جدا، ابعد عن اي جبنه مكتوب عليها نباتي. وانا نزلت فيديو قبل كده عن انواع الجبن النباتي ممنوع. وما تقولش الجبنه الطبيعي غاليه، صحتك اغلى بكتير. ما تنسيش تابعي الفيديو الجاي عشان هقول انواع كتير جدا من الاسف احنا بننخدع فيها في السوبر ماركت، وخصوصا الناس اللي بتعمل دايت تكمل الفيديوهات دي للاخر.